ازاي تعاقب كلبك بشكل صحيح؟ وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. عقاب الكلاب حاجة مهمة لتدريب الكلب عشان تعرفوا الصح من الغلط. في طريقتين للعقاب. أول طريقة هي الزعيق والضرب، ودي الطريقة اللي أنا ما بحبهاش ولازم ما نلجأش ليها إلا في وقت الأخطاء الكبيرة، وطبعا مش أي أخطاء. يعني ما ينفعش تزعق لكلبك إنه هوهو على حد غريب أو إنه عمل حمام في مكان غلط إلا لو كنت متأكد إنه بيعملها عند. مش بس كده، ما ينفعش تزعق لكلبك وهو خايف، لأن كده بتكسر شخصيته. ولا ينفع تعاقبه قدام الناس، لأن معظم الكلاب بتعتبر إن دي إهانة كبيرة. ما ينفعش تعاقبه عمال على بطال. ايه اللخبطه دي؟ طب اعمل ايه؟ انا بقى هقول لكم الحل السحري اللي بيستخدمه المدربين المحترفين مع كلابهم. فهم كلبك انه غلطان من غير ما تضربه ولا تزعق له. حل الفزوره دي بسيط جدا. لو مثلا كلبك له بيت بيتقفل، لكن هو متعود ان البيت ده مفتوح على طول وانه منطلق في مكانه، لما يعمل حاجه غلط دخله بيته واقفل عليه ربع ساعه. او مثلا كلبك عنده لعبه بيحبها او كوره، خد منه الكوره دي لما يعمل غلط ورجعها له بعد شويه. او مثلا انت قاعد تلعب مع كلبك وعمل حاجة غلط، عضك مثلا، سيبه وقوم، ما تكملش لعب وبعدين ارجع بعد شوية. في امثلة كتير جدا وطرق كتير جدا، بس لازم نحط قدام العقاب الثواب. يعني لو كلبك عمل حاجة كويسة اديله تريت وطبطب عليه واديله لعبته يلعب بيها، العب معاه وفهمه انك مبسوط. للأسف الطريقة اللي انا قلتها دي بتحتاج صبر ومجهود، بس نتيجتها مضمونة، لكن الناس بتكسل. مرة في مرة كلبك هيعرف الصح من الغلط من غير ضرب ولا زعيق، وهتلاقيه بقى محترم جدا. في حاجة مهمة لازم نقولها في الآخر. في بعض الأوقات ما يبقى صعب تدي الكلب أوامر أو نواهي أو تفهمه حاجة، زي مثلا فترة التزاوج أو أي وقت يكون فيه الكلب مستثار أو متوتر أو خايف، أو أول ما يشوفك لو بقالك كتير بعيد عنه. سيبه شوية يهدى وبعدين علمه اللي انت عايزه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.